السلام عليكم. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الرز بالدجاج اللي كيجي زوين بزاف ودغيا كيوجد، يعني ما كياخذش منا الوقت نهائيا. وغادي نتقاسم معكم السر باش الرز ما يجيكمش معجن وتجيكم الحبه مفرقه على الاخرى، والاهم انه كيجي لذيذ بزاف. فما نطولش عليكم، دوزو نشوفوا المكونات. بسم الله. عندي هنايا زلافه ديال الرز من بعد ما نقيته وغسلته مزيان. غادي نديرو في واحد الشبيكه حتى غادي ينشف ليا مزيان، ومن بعد غادي نديرو في الماء المده ديال نصف ساعه، وعاد غادي نحيدو من الماء وغادي نديرو في الصفايه. هذا سر من اسرار الرز باش ما كيجيكمش معجن وكتجي الحبه مفرقه على الاخرى. من جانب اخر، في واحد المقيله اللي تكون شويه كبيره او لا طنجره، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت النباتي وشويه ديال زيت الزيتون. غادي نضيف عليهم حبه وحده ديال البصله اللي تكون كبيره شويه. من بعد ما شلطها غادي نخليها واحد شويه تشحر. صافي، هنايا غادي ندير 2 حبات ديال الجزر من بعد ما نقيتهم وقطعتهم طريفات صغار. غادي ندير هنايا تقريبا واحد نصف كاس ديال الجلبانه الا كانت متواجده عندكم، الا ما كانتش تقدروا تستغناو عليها. ومن بعد غادي نضيفوا الرز اللي كيف قلت لكم مسبقا ان ضروري كنخليوه نصف ساعه، ومن بعد كنديروه في شي شبيكه وكنخليوه حتى كينشف مزيان. كنضيف هنايا الربيع، شويه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم بلدي، وشويه ديال الابزار. غادي نخلي لكم هاد المكونات كاملين مكتوبين في صندوق الوصف. وغادي نضيف هنايا 2 ضروس ديال الثومه اللي يكونوا كبار. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنايا كانت تقطع ليا الفيديو وما رديتش له البال، كنعتذر. هنايا ضفت 2 حبات ديال المطيشه من بعد ما حكيتهم، وضفت معلقه صغيره من معجون الطماطم، يعني حك ديال المطيشه. صافي خلطتهم مع المكونات مزيان، ومن بعد هنايا ضفت 4 الكؤوس ديال الماء بعبر كاس ديال العنبه. هنايا ضفت شويه من الضامه ديال البنه تقدروا تستغناو عليها، وضفت 2 وريقات ديال سيدنا موسى. صافي غادي نغطي على داك الرز باش يطيب ليا، فما كياخذش الوقت بزاف، تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. وهنا من جانب اخر، في واحد الوقيله غادي ندير شويه ديال الزيت النباتيه وشويه ديال زيت الزيتون. غادي نضيف عليهم هنايا بصله اللي قطعتها طويله كيف كتشوفوا معايا، تكون رقيقه شويه. غادي نضيف عليها فلفله وحده اللي حتى هي قطعتها شرائح طوال. ومن بعد غادي نضيف هنايا الدجاج، استعملوا الكميه اللي متوفره عندكم. حتى هو من بعد ما قطعته شرائح طوال غادي ندير التوابل، شويه ديال سكنجبير، خرقوم بلدي، والبزار، تقريبا واحد معلقه صغيره في كل مكون. غادي نضيفو هنايا الربيع والثومه، وغادي نضيف هنايا تقريبا معلقه صغيره من اللب ديال الحامض اللي يكون مصير، يعني ما تضيفوش القشره. غادي نخلط هاد المكونات مزيان وغادي نخليهم على نار مهيله، وغادي نغطي عليهم حتى غادي يطيبوا ليا. هنا كيف كتشوفوا معايا ان الرز صافي طاب ونشف من الماء، يعني مبقاش فيه الماء نهائيا. غادي نضيفوا عليه واحد معلقه ديال الزبده او السمن، يعني اللي بغيتو نتوما. غادي نخليها حتى تذوب وغادي نطفي على النار. انا عندي هاد البول هذا، الا عندكم شي زلافه كبيره او لابانيو، درت في الوسط ديالو هاد زليفه صغيره، يعني قلبتها على الظهر ديالها. ومن بعد بديت كنضيف الرز. صافي كنحاول انني نقادو من الجوانب، كنحاول انني نضغط عليه مزيان باش كياخذ ليا داك الشكل ديال البول. تقدروا انكم ما ديروش هاد الطريقه هذه، تحطوه عادي. فانا حاولت غير نشارك معكم هاد الطريقه هذه لان كتجي صراحه زوينه. صافي كنحاول انني ندير واحد التبصيل، وكنحاول انني نقلب داك الرز، وكنحيد هاد الزلافه هذه غير بشويه. صافي كنبدا كنحط الوسط داك الدجاج والفلفله والبصله اللي شحرنا. وهذا هو الشكل النهائي. كيف كتشوفوا معايا انه كيجي زوين بزاف، وكيف كتشوفوا معايا انه كيجي مفرق، يعني ما كيجيش معجن، وحتى في المذاق كيجي لذيذ بزاف. انا اكيده غادي نجربوه وغادي يعجبكم. وصلنا لنهايه الفيديو. بسلام عليكم.